في بيوت كتير الخلافات فيها بقت شبه يومية، وكل واحد شايف إنه بيتخانق عادي. بس يا ترى ولادنا شايفينه إزاي؟ حاسين بإيه؟ وبيحصل ليهم إيه من غير ما يقولوا؟ الحقيقة اللي كل الناس بتتجاهلها إن الأطفال مش بيتفرجوا على الخلافات زي مشهد في فيلم. لأ، هم بيعيشوها وبتدخل جواهم وبتتخزن في الذاكرة والمشاعر حتى في تصرفاتهم اللي مش بنفهمها. حلقتنا النهاردة بتناقش معاكم تأثير الخلافات بين الزوجين على الأبناء. بس في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب بلايف كوتش أحمد. أهلا بك يا كوتش. حلقتنا النهاردة موضوعها مهم جدا ومنتشر، ومحتاجين نسلط الضوء عليه أكتر. أهلا بيكي يا كوتش، برحب بيكي وكل مستمعينا في بودكاست مراية. فعلا حلقتنا النهاردة مهمة جدا. هبدأ معاك يا كوتش بسؤال مهم. إيه أكتر حاجة بتأثر في الطفل لحظة الخلاف؟ أكتر شعور الطفل ممكن يحس بيه وقت الخلاف هو الخوف. إحساسه إن العالم اللي عايش فيه ومصدر الأمان بالنسبة له بقى فجأة مكان مخيف بالنسبة ليه، فبيلاقي مثلا صوت عالي، باب بيتقفل بعصبية، نظرات كلها غضب وزعل. كل ده بيخلي الطفل يترجم إن ده مخيف وخطر عليه. وده ممكن يظهر مع الطفل في صورة اضطرابات في النوم، تبول لا إرادي، مشاكل في المدرسة، أو حتى سلوك عدواني مع الأطفال اللي حواليه. أو ممكن العكس تماما، يبقى منطوي ويبعد عن الناس. كتير من الأطفال بيفتكروا إنهم السبب في الخلافات، خصوصا لو سمع جمل زي من ساعة ما خلفناك ومفيش راحة، أو أنا مش عارف أركز بسبب الولد ده. وهنا الطفل بيحاول يكون مثالي على قد ما يقدر علشان ما يزعلش بابا وماما، وده بيكون عبء كبير على نفسية الطفل. والمشكلة إنه ممكن يشيل الإحساس ده جواه لسنين، وده أكيد بيأثر على ثقته بنفسه وعلى علاقاته بعد كده. الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه، فلو الخلافات عنيفة أو فيها تجاهل وإهانة فبيعتبر إن ده طبيعي، فيكبر ويدخل علاقة فممكن يزعق أو يتقبل الإهانة كأنها حاجة عادية، لأن ده اللي بيحصل قدامه مع أقرب الناس ليه طول الوقت. والمشكلة الأكبر إنه ممكن يكرر نفس الطريقة مع أولاده من غير ما يفكر، ويبقى هو كمان مصدر أذى. ممكن أوضح نقطة لمستمعينا إن ساعات الخلاف ما بيكونش بصوت عالي، لكن ممكن يبقى فيه تجاهل، برود، نظرات كلها غضب وحزن. وده بيوصل للطفل إن الحب ممكن يختفي، وبيتعلم إن المشاعر ممكن تتكتم وما تتقالش، وإن مفيش مساحة للتعبير. وده بيسبب قلق جواه وعدم ثقة بنفسه وباللي حواليه. كل بيت بيحصل فيه خلافات، بس في حدود لازم نرسمها عشان نحمي أولادنا، فنحاول نحل الخلافات بعيد عنهم. لو شافوا المشكلة نوضح ببساطة إننا كنا بنتناقش في موضوع، وإن الخلاف مش هيأثر على علاقتكم ببعض. نتجنب إننا نستخدم الطفل كوسيط أو حكم في المشكلة، ونفتح ليه مساحة إنه يعبر عن رأيه ومشاعره بحرية. ونعلمه إن الخلاف مش معناه خصام، وإن الحب مش معناه إننا لازم نكون شبه بعض. كل واحد فينا مختلف عن غيره، وطبيعي يبقى في اختلاف. الخلافات طبيعية، لكن الأذى المستمر مش طبيعي. الأولاد مش طرف في الخلاف، لكنهم أكتر حد بيتأثر. حاول ما تحسسش طفلك إنه جزء من المشكلة، وتخلي الموضوع عبء عليه. انت هنا مش بتحافظ عليه بس، لا، انت هنا بتساعده يبني علاقات صحية في حياته. الطفل مش محتاج بيت مثالي، هو محتاج بيت يحترم مشاعره ويعرف إنه مهم ومحدش هيأذيه حتى لو الكبار اختلفوا. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. موضوع حلقتنا فعلا يستحق الاهتمام والمناقشة، ويا رب نكون وصلنا رأينا لكل مستمعينا بوضوح، ونكون دايما سبب في وعي بسيط يفرق معاكم. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك، الانستجرام، وثريدز، وقناة مراية على اليوتيوب، وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. تكون اللينكات موجودة بالتعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.